نادر شوقي مدير او وكيل اعمال الكابتن عماد متعب. مساء الفل يا نادر. مساء الجمال يا كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ مبروك لرمضان الاول. الله يبارك فيك. ده ما بقاش رمضان بس يا عم، ده رمضان وشعبان وكل ما شاء الله كل حاجه جميله. يعني الناس كلها فرحانه جدا يا نادر برمضان وبمستواه اللي ظهر بيه، غير كمان ان هم فازوا على كريستال بالاس وثلاث نقاط مهمه جدا في جدول الدوري الانجليزي. هي بدايه يا كابتن شوبير، وانا قلت ان رمضان ظاهره وربنا يوفقه ويكفي شر نفسه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الولد كويس مش كده؟ ما تقلقناش. لا 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 بالعكس، الولد محترم وكويس ومركز وكل حاجه. طيب على بركه الله. عماد متعب خارج قائمه السوبر، عماد متعب خارج قائمه الاسماعيلي، ماذا يعني؟ هو السؤال ده يسال لجهاز فني مش ليا انا. وحضرتك مش من الجهاز الفني؟ لا مش جهاز فني. انت من الجهاز الفني بتاع عماد متعب اللي بيديروه فنيا. دي حقيقه يا كابتن. طيب ما انا ما غلطتش يا نادر اهو، انا قلت صح اهو. بس طبعا انا ما اقدرش اعقب على حاجه زي كده. انا اقدر زي ما بقول لحضرتك نتكلم مع عماد ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. انت لسه هتتكلم؟ واحنا بنتكلم بس مش كل حاجه بنتكلم فيها بتتقال يا كابتن شوبير. يعني اعتقد ان يعني وارد ان ده يحصل، بس اللي انا عارفه واللي انا سمعته قبل كده في كذا برنامج ان اداره نادي الاهلي وكابتن حسام عايز عماد السنه الجايه. ده اللي اتقال يعني. ده اللي اتقال. بس ده اللي هيحصل. هو من امتى النادي الاهلي بيقول حاجه وبيرجع فيها؟ من امتى النادي الاهلي بيقول حاجه لا يعني احتياجات الكره بيبقى فيها متغيرات، ما فيهاش ثوابت. يبقى لازم يتقال لعماد لو في متغيرات. يبقى اعتقد ان من حق عماد كاسم وكتاريخ في النادي الاهلي ان هو يتقعد معاه بصوره محترمه ويتقال له الكلام ده. لو في حاجه شايف انه طبيعي انه عماد لا يشارك في القائمه في ماتش السوبر امام الزمالك، وانه عماد لا يشارك في القائمه في مباراه الاسماعيلي؟ لا مش طبيعي طبعا. طب يعني عماد اكيد فضفض معاك يعني. طب قول لنا كده فضفضه، كان في برنامج اسمه فضفضه، خلينا في فضفضه دلوقتي. لا هو اي لعيب بيتضايق يا كابتن شوبير ان هو ما بيشاركش، وعماد طبعا عشان ظروف السوبر ولازم برضه يشجع اللعيبه اللي موجوده و زي ما بقول كده يخفي الغضب بتاعه يعني. حلو كويس جميل، اخفى الغضب. سؤالي كده، انا سالت حسام غالي يا عم حسام لو حصل وما تسجلتش، وارد يعني بنسبه 1% يعني، قال لي هروح دجله، صح؟ قال الكلام ده لحضرتك صح؟ ورجع في كلامه ولا ايه؟ لا 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 ما رجعش في كلامه ولا حاجه. لا. طيب هل عماد متعب ممكن يعمل زي حسام غالي، ولا ممكن يكون لعيب تاني، يكون نادي تاني لو مثلا لو حصل يعني، ولا ممكن يسافر بره، ولا ممكن يروح نادي كبير في مصر غير النادي الاهلي؟ بص يا كابتن شوبير عشان نبقى صراحه مع بعض. ايوه. عماد لما جه فضفض معايا قال انا ما بحبش اكون عالة على النادي اللي رباني. نعم. بمعنى ان هو لو شايف ان انا هقعد السنه الجايه وهكون بره ال 18 الماتشات كلها، يبقى انا عالة على النادي اللي رباني. والفلوس دي وفروها يجيبوا حد شايف ان هم يقدر يجيب بطولات زي ما انا جبت بطولات قبل كده. تمام. فهو في نفس الوقت هو غضبان وكل الكلام ده، بس بيحترم الرغبه بتاعت النادي الاهلي، لكن مش هيبقى موظف ومش هيبقى عالي على النادي بتاعه. وده اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ان هو بره السوبر، وهو كان الناس شايفه ان هو ما يقدرش يجيب البطوله بتاعت السوبر بره ماتش الاسماعيلي في عدم الاحتياج ليه. هل هي فنيا هل هي اداريا؟ انا مش عارف. لا مش اداريا، انا ما عملتش حاجه غلط، ما عندوش اي غلط. يبقى فنيا. فهل فنيا دلوقتي هيختلف عن السنه الجايه؟ مش عارف بالظبط. فعشان كده بقول لحضرتك انا دايما بقول النادي الاهلي نادي ما فيش زيه في يكاد يكون في العالم يعني. فاعتقد ان النادي الاهلي لو مش عايز عماد يقعد معاه يقول له الكلام ده وجها لوجه باحترام، وهيكون الاحترام متبادل يعني. نادر الموسم فاضل له 4 شهور، يعني احنا بنتكلم الدوري هيخلص في شهر 7. أيوة. يعني بالتالي بيبدا الشغل من دلوقتي، شغل وكلاء اللاعبين، شغل لا انا بادئ شغلي من سنه فاتت يا كابتن شوبير. والله. طبعا. ان ولا اوت؟ الاثنين.
طيب ما ان ابيض ولا ان احمر ولا ان اصفر ولا الاثنين يا ريت يبقى احمر. نقدر نقول لا على الاحمر. لو ما كانش احمر يبقى ايه؟ احمر وابيض. كان شوبير الناس لازم تفهم ان نادر شوقي ما بيقولش عشان يضغط على اداره النادي الاهلي. يعني احنا بقول لك احنا ما بضغطش على حد. انا بقول عماد متعب موجود في النادي الاهلي، وهم طلعوا قالوا ان عماد قاعد في النادي الاهلي السنه الجايه. ده اللي انا سمعته. فلو في اي حاجه ثانيه يقولوها لعماد، هو حتى تاريخه يشفع له ان هم يقعدوا معاه يتكلموا معاه، صح ولا مش صح؟ انا دوري بقى ان انا اوجد البديل، دوري ان انا اقول يا جماعه انت البديل محلي ولا خارجي؟ لازم يكون عندي الاثنين يا كابتن شوبير. لازم. انت الخارجي متوافر ولا لسه؟ ان شاء الله احنا شغالين عليه في كذا حته كمان، يعني كذا حته شغال. غلبتني معاك. طب الداخلي متوافر ولا لا؟ لا الداخلي متوفر، ما تقلقش يا كابتن شوبير. ابيض منه فيه؟ ما اقدرش اقول حاجه زي كده. نادر بسكوت، اخبار محمد هاني ايه؟ طمني. كل يوم بيثبت ان انا كان عندي حق. يعني اعتقد ان هو بيعلى كل يوم. والناس بتبص عليه وبتتفرج عليه، وانا بسوقه من السنه اللي فاتت، وان شاء الله اخر السنه دي اكون مقدم عرض للنادي الاهلي مشيئه الرحمن. يعني شايف انه في عرض اوروبي جيد؟ ان شاء الله يا كابتن شوبير. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. هل البطوله الاخيره كده لمنتخبنا الوطني افرزت ان في لعيبه تانية ممكن تحترف حتى لو ما كنتش انت يعني الوكيل بتاعهم؟ حصل يا كابتن شوبير ان في ناس كلمتني على حجازي، وانا كلمت اداره النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي بالعكس عشان تبقى عارف ان في تفاهم ما بيننا، يعني ده مش دايما خناقات يعني. ان هم قالوا مش هنفرط في حجازي دلوقتي، نتكلم في الصيف. يعني بس فاتحين الباب. يعني على حسب العرض اكيد، لو العرض كويس هيفتحوا الباب. النادي الاهلي عمره ما كان يعني بيقول لا العرض كويس. نعم. نادر شوقي وكيل اعمال عماد متعب، بشكرك شكرا جزيلا.